مفيش حد هيدخل السماء غير لما يعمل الثلاث حاجات دول. الفيديو ده للمسيحيين عشان بس لو حضرتك مسلم وبتتفرج علينا حضرتك ممكن تتفرج عادي براحتك، او ممكن حضرتك ما تتفرجش، الحرية بتاعتك. بس من فضلك ما تضايقناش في التعليقات وتكتب لنا الحمد لله على نعمة الاسلام واي حاجات تانية انتوا بتكتبوها، لان المحتوى ده للمسيحيين. تمام؟ اول حاجة تكون بتعملها عشان تروح السماء انك تآمن بان يسوع هو الله المتجسد في صورة إنسان. في يوحنا 3:16 الآية المشهورة اللي بتقول: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة أبدية. أنت لما بتكون بتآمن بابن الله اللي هو يسوع المسيح، انت هتكون ليك حياة أبدية. طيب، ما احنا كلنا مؤمنين، المسيحيين كلهم مؤمنين ان يسوع هو الله. لا طبعا مش شرط، الإيمان مش بالوراثة، لازم تكون بتفهم كده وتآمن بكده وكمان تعترف بكده. ليه لازم تعترف وتقول الكلام ده؟ لأن في رومية 10 وآية 9 بيقول كده: لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وأمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت. دي أول خطوة تكون بتعملها. فلو انت عايز تكون بتدخل السماء اعمل الخطوة ديت. تعالى كده صلي وقول الكلام ده: يا رب انا بصدق وبآمن ان يسوع هو الله اللي جه ومات علشاني، اقبلني ابنك. وخد بالك من حاجة مهمة جدا، اليوم اللي انت هتكون بتصلي فيه ده يوم ولادتك التانية، فلازم تكون بتسجل تاريخ ميلادك التاني زي ما انت عارف تاريخ ميلادك الاولاني اللي هو الميلاد الجسدي، ده الميلاد الروحي بتاعك. فلازم تسجل التاريخ ده كويس وتكون بتصلي الصلوة ديت من قلبك جدا، ومش هتصليها تاني الصلوة ديت طول ما انت صليتها من قلبك وانت مصدق. تاني خطوة تكون بتعملها انك انت تكون بتتوب عن كل الخطايا اللي انت عملتها. في يوحنا 1 وعدد 9 بيقول كده: ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اثم. وتالت خطوة وديت اغلب الناس بتقع فيها، انك انت تكون بتعمل اعمال كويسة. احيانا كتير الناس اللي بتقع في الخطوة ديت هي بتعمل اعمال كويسة في الاول عشان تدخل السماء، ولكن مش ده الصح. انا مهما عملت انا مش هكون كويس. فالخطوة الثالثة ديت انك انت تكون بتعمل اعمال كويسة، وده اللي احنا بنسميه ان احنا نكون بنعيش حياة القداسة، لان حياة القداسة ديت هي اللي بتظهر ايماني. لاني لما بآمن وبصدق في ربنا وبصلي الصلوة ديت، الروح القدس بيجي يسكن فيا، والروح القدس بيعلمني وثماره بتطلع عليا. فما ينفعش ان انا اكون مؤمن ومثلا ما اكونش بحب اعدائي، ما ينفعش ان انا اكون مؤمن وما يكونش عندي سلام، ما ينفعش ان انا اكون مؤمن واكون حد كئيب ومش فرحان. بس كده يا غالي، اعمل الثلاث خطوات دول وانت كده هتكون في السماء. على فكرة الكلام ده انا مش جايبه من عندي، الكلام ده من الكتاب المقدس. مهما كانت طائفتك او عقيدتك، سواء كنت انجيلي او ارثوذكسي او كاثوليكي، الكلام ده اللي موجود في الكتاب المقدس. صلي براحتك، روح الحته اللي تريحك، اعبد ربنا بالطريقه اللي تناسبك، اعمل اللي انت عايزه. بس كده يا غالي، اعمل لايك وشير للفيديو دوت، ولو انت لسه مش مشترك في القناه تكون بتشترك، ولو انت بتتفرج عليا على الفيسبوك تكون بتعمل متابعه. سلام.